ازيك؟ عارف لما تبقى مستني انبهار او نتيجه لحظيه لاي حاجه بتبتدي فيها، بعد كده تلاحظ اللي هو ايه ده، انا ازاي ما نجحتش من تاني فيديو مثلا، او ازاي ما حدش قدر الموهبه الفذه اللي عندك والتعب والتصوير والاديتنج والمونتاج، فتروح انت بقى ايه فاقد الشغف تماما وتقول لا بقى دي خلاص بقى دي مش حتتي بقى، سلام اما اروح اشوف حاجه جديده. الاحصائيات بتقول ان 90% من الكرييترز اللي ابتدوا على اليوتيوب وقفوا قبل الفيديو ال20. انا بقى ما وقفتش بعد 20 فيديو ولا 10 ولا 5، انا وقفت بعد 4 فيديوهات بالظبط، 4 فيديوهات وفقدت الشغف بعديها، وحسيت ان انا استاهل اوتكم احسن من كده. وللاسف هي دي الحفره اللي انا جاي اكلمك عليها النهارده. للاسف السوشيال ميديا كانت من اهم العوامل اللي بوظت عندنا مفهوم النجاح ان جنرال. كل حاجه انت بتشوفها على السوشيال ميديا هي مجرد نتائج. بتشوف شخص ناجح، شخص راكب جي كلاس، شخص بيصرف مرتبك في يوم في الساحل، فتتسحل انت بقى. مخك للاسف بيترجم النتيجه اللي هو بيشوفها دي ان هي حاجه سهله، ان انت ممكن توصل للنجاح ده اوفر نايت كده، اللي هو يا رب امتى تضرب معايا وابقى غني فجاه كده. سبحان الله، يعني النجاح عمره ما كان لحظي، بس احنا ما بنشوفش غير لحظه النجاح دي، فبنسيب بقى البروسيس دي دماغنا هو اللي يتوقعها. وللاسف دماغك بتكون متفائله شويه وبتوهمك ان الحاجات دي ممكن تحصل في يوم وليله. طبعا انا يوم ما هقتبس من كتاب هقول لك اتوميك هابتس كالعاده يعني. جيمس كلير في الكتاب كان بيحكي قصه مهمه قوي، ان في فريق في الام بي اي كانوا حاطين كود في اللوكر رومز بتاعتهم. الكود دي كانت بتقول كده بالظبط: لما بلاقي ان مفيش حاجه بتساعد وان مفيش نتيجه، بروح اتفرج على قاطع احجار بيضرب على الحجر بتاعه بالشاكوش ان شاء الله 100 مره من غير ما حتى الحجر يتخدش، بس في الضربه المية الواحد الحجر بيتقسم نصين. ساعتها انا ببقى عارف ان مش الضربه الاخيره بس هي اللي قسمته، ولكن كل اللي جه قبلها. في مصيبه هنا بقى. المشكله بقى فين؟ ان السوشيال ميديا مش بتوريك غير الضربه ال101 دي، وبعد كده تروح سايباك مخمم بقى، لا انت عارف ولا شايف الراجل ضرب الحجر قد ايه. وفي الغالب مخك بيصور لك او بيوهمك ان الراجل ضرب الحجر مره واحده بس الحجر راح مفلوق نصين، فمخك للاسف بالعقليه دي بيبتدي ييأس بدري، دايما مش عايز يحاول اكتر من كده، وكل لما بيتعب اكتر بيحس ان هو يستاهل اكتر، وهكذا. بصوا معايا كده على الصوره دي، ده وادي الاحباط زي ما المعلم جيمس كلير بيقول في الكتاب بتاعه. احنا بنبقى متخيلين ان في علاقه خطيه تماما ما بين المجهود والوقت والنتيجه، وللاسف ده غلط تمام. ولحد ما مجهودنا يبقى في نظرنا مستاهل النتيجه اللي احنا شايفينها، بيبقى في وقت او جاب كده اللي هي دي، وهو ده الفالي اوف ديسبير او وادي الاحباط اللي جيمس كلير بيوصفه، واللي معظم الناس بتقف عنده. مع ان لو كملوا في الغالب بعد ما الفتره دي بتعدي الشخص ده فعلا بيوصل لنتيجه ترضيه. بس انا عندي مشكله هنا بقى، على قد ما تقدر تفصل النتيجه عن المجهود اللي انت بتحطه، على قد ما هيبقى عندك دوافع اكتر ان انت تكمل. طول ما انت حاطط عينك على النتيجه البعيده بتدي لنفسك اسباب اكتر ان انت تيأس بدري وما تكملش. ركز على السيستم، الروتين. ركز في ان انت عايز تعمل 20 فيديو، مش انك عايز تجيب مثلا 100,000 فيوز. ركز في البروسيس، في الكتابه، في انك كل يوم تتطور 1% في الحاجه اللي انت بتعملها، وابعد كل التركيز اللي جوه دماغك عن النتيجه، كأن النتيجه دي حاجه ثانويه. خلي هدفك ان انت تنام كل يوم بالليل راضي عن نفسك، بس اللي هو انا مفيش حاجه جت في ايدي اعملها النهارده وكسلت. صدقني ده لوحده نجاح. علم نفسك ترضى باللي في ايدك دلوقتي، وعلم نفسك تفهم ان ربنا شايف سعيك، وان كده كده مفيش حاجه بتعملها مش هتتحاسب عليها سواء كانت كويسه او وحشه. هتقول لي هنعمل ايه يعني؟ ابتدي بان انت تجمع كل حاجه انت حاطط رجلك فيها دلوقتي، سواء شغلك، دراستك، البيزنس بتاعك، ايا كان يعني. جمع الاسبكتس بتاعت حياتك كده كلها في ورقه، واكتب تحت كل اسبكت منهم ايه الخطوه العمليه فيه اللي جايه مهما كانت كبيره. بعد ما تكتب كل حاجه بص للحاجات دي، الحاجات الكبيره اللي انت شايف انها تقيله قوي او عندك ريزيستنس رهيب ان انت تبداها، قسمها لحتت صغيره قوي. يعني مثلا لو عايز تروق الاوضه ومستثقل الموضوع، قسمها حته حته وقول مثلا هروق النهارده الدولاب بس. الدولاب بقى طلع مصيبه سودا وكبير وتقيل عليك برضه، قول انا هروق الرف الاولاني في الدولاب بس النهارده، وهكذا. المهم انك تبدا، خد كل يوم خطوه مهما كانت بسيطه ناحيه الهدف بتاعك، والخطوات هي اللي بتعمل المومنتم او السنوبول افكت اللي هيخلي حياتك تتغير، بس مش في يوم وليله يعني، عشان المفروض ان انت فهمت ان هو ده وهم وكده يعني. وفي النهايه حابب اقول لك شكرا انك كملت الفيديو. لو الفيديو ما عجبكش ما تعملش لايك ولا سبسكرايب ولا شير ولا اي حاجه من الحاجات دي، بس لو عجبك انت المفروض عارف تعمل ايه كويس. اشوفكم في حلقه جديده، سلام عليكم. تشيرز ميت. اقفل يا ابني خلاص. سلام عليكم.